في مثل بيقول طول ما في طماع النصاب بخير. فاكرين فيلم اسماعيل ياسين العتبة الخضراء؟ فاكرين لما اشترى الترماي من سي يوسف؟ انت تعرف يا صديقي ان قصة بيع الترماي ديت حصلت بجد؟ فتعالوا بقى نعرف اغرب واظرف عملية نصب حصلت في تاريخ مصر. الراجل اللي باع الترماي. في يوم من الأيام 1945 كانت القاهرة زحمة كالعادة، والطرماي شغال رايح جاي في الشارع، والناس رايحة أشغالها، ومفيش أي حاجة غريبة في المشهد، لحد ما ظهر واحد اسمه رمضان أبو زيد العبد، وقرر إن يعمل واحدة من أظرف وأشهر عمليات النصب في تاريخ مصر. لحد هنا ما لقى كومندان المصافي ضرب لك تليفون برضه ما لقى. طلع في دماغه ان يبيع الترماي، زي ما سمعت كده، يبيع الترماي نفسه، مش حته ارض او عماره، لا ده الترماي اللي ماشي في الشارع. الراجل ده كانت دماغه الماظ وشغاله زي الساعه، ده غير انه كان نصاب محترف. ودايما خد بالك من نقطه مهمه جدا، النصاب دايما بيكون غير الحرامي، لانه بيكون ذكي عن الحرامي، وبيعرف يختار الفريسه بتاعته من وسط الف، وبيكون عنده كاريزما ولباقه في الكلام علشان اي حد يصدقه. اما بقى الضحيه اللي معانا في قصتنا فهو راجل فلاح بسيط على الله حكايته، وكان جاي من الأرياف للقاهرة ومعاه شوية فلوس عايز يبدأ بيهم مشروع يعيش منه، واسمه حفظ الله سليمان. وفي يوم ركب حفظ الله الترماي وقعد جنب النصاب رمضان أبو زيد من غير ما يعرف هو مين ولا نيته ايه. وبدأ رمضان معاه بكلام بسيط، وعزم عليه بسجارة، وسألوه شوية أسئلة، وبعقلية النصاب المحترف قدر يعرف ان حفظ الله الفلاحي البسيط معاه فلوس وعايز يستثمرها، وده كان أول طرف الخيط لرمضان علشان يحدد فريسته. وهنا جت اللحظة الفاصلة، فرمضان عرض على حفظ الله انه يشتري الترماي، وقال له ان الشركة حالتها صعبة وبتفكر تبيع بعض خطوط الترماي لبعض رجال الأعمال والمستثمرين، وانا الوسيط اللي ماسك البيعه. وبسذاجه الفلاح البسيط حفظ الله قال له انا اللي هشتري الترماي. النصاب ما وقفش عند الكلام ده وخده كده، ده كمان خده لمحامي متفق معاه، وجابوا ورق مطبوع بشكل رسمي واختام مزيفه، وعمل عقد بيع وكل حاجه كان شغلها قانوني 100%. وقدر يقنع الفلاح البسيط المسكين ان يشتري خط الترماي بعربياته وسككه وايراد التذاكر كمان. فعلا الفلاح وقع في الفخ ودفع وقتها 80 جنيه كاش، وده كان في الأربعينات مبلغ ضخم جدا. كتب على نفسه شيكات بالباقي ومشي وهو مقتنع ان كل يوم هيقبض فلوس من تذاكر الترماي. وفعلا حفظ الله صحي تاني يوم بدري ووقف عند الترماي اشتراه، وكان مستني المحصل يسلمه الإيراد. فالمحصل استغرب وقال له انت حضرتك مين؟ وبكل فخر حفظ الله رد عليه وقال له انا صاحب الترماي اللي انت شغال عليه وجاي ياخد الايراد بتاعي. طبعا الدنيا قامت والناس كلها بدات تضحك وفكروه مجنون، وكلمه من هنا على كلمه من هنا قامت خناقه كبيره وانتهت في المطاف لاسم الشرطه. ولما الشرطه سمعت القصه فكروا ان الراجل ده مختل عقليا، بس لما طلع العقود وحكى لهم التفاصيل عرفوا ان في حد لعب عليه لعبه تقيله قوي، وبدا البحث فورا على رمضان ابو زيد. ما هو كان ليه صحيفه سوابق قبل كده ومعروف قوي عند الشرطه، واتقبض عليه بعد ايام قليله واتحكم عليه ب3 سنين سجن. والغريب ان بعد ما طلع من السجن سنه 1948 اتعمل معاه حوار صحفي في احدى الصحف المعروفه، وحكى فيها القصه بكل تفاصيلها، واعترف ان ازاي استغل بساطه وسذاجه الفلاح البسيط وقدر يبيع له الترماي رقم 30، وحكى انه ازاي قدر يوصله لحلم مزيف. ومن يومها والقصة ديت بقت مثل شعبي، وكل ما حد يتنصب عليه الناس تقول ده باعوله الترماي. وفي النهاية ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.